ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض حلو. مفيش احلى من البسبوسه علشان نعمله مع بعض. هنعمل النهارده البسبوسه، هعملها لك بالكوبايه. لو اول مره بتعمليها، لو ما بتنجحش معاكي، ما بتطلعش مظبوطه، هتطلع معاكي مظبوطه من اول مره، والمقادير مظبوطه جدا. يلا بينا نشوف الطريقه. معايا هنا 3 كوبايات سميد اللي هو نص كيلو، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع سمنه. نعاير كل المقادير بنفس الكوبايه. هننزل بكوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع سكر في الحله، كوبايه الا ربع سمنه. مقادير من سهولتها تتحفظ. معلقتين كبار عسل كلوكوز، حطيته شويه في الميكروويف علشان اعرف اخد من البرطمان. معلقتين كبار، ما نزودش عن كده. معلقتين كبار كمان جوز الهند. ونقلب الخليط ده على البارد ونرفعه على عين متوسطه مع التقليب لغايه لما يغلي معايا. باخد الخليط ده وانزل بيه على سميد البسبوسة وهو سخن كده، وبقلب بقى البسبوسة من تحت لفوق بشويش بالراحة جدا، مع جناش. بفضل اقلب كده من تحت لفوق لغاية لما تشرب كل السوائل اللي فيها. في صينية مقاس 30 بحط معلقة كبيرة سمنة واوزعها كويس قوي، وبنزل بالخليط بتاع البسبوسة. ممكن اقلل الصينية لو انا بحب البسبوسة تكون عالية شوية. مقاس 30 مناسب قوي للنص كيلو بسبوسه او الكميه اللي احنا عاملينها. بسوي سطحها بالاسباتيولا او بظهر معلقه، بيتسوى بكل سهوله. بسوي سطحها، بدخلها على فرن ساخن على الرف الوسطاني لغايه لما تحمر معايا. الشربات: كوبايه ونص ميه، كوبايه ونص سكر. معايا هنا نص ليمونه، ما باخدهاش كلها، يا دوب عصره خفيفه منها، وارفعه على النار، نار عاليه لغايه لما يغلي والسكر يدوب. بياخد 5 دقايق بالظبط. بحط معلقه صغيره مليانه سمنه واطفي عليه. البسبوسه خرجت من الفرن لازم تكون سخنه جدا، والشربات سخن جدا. بس الشربات على البسبوسه، واغطي عليها واسيبها. ما استعجلش بقى خالص، لان الاسئله اللي بتيجي هي ليه ما شربتش الشربات. زي ما انتوا شايفين شربت كل كميه الشربات. كميه الشربات مناسبه جدا لحجم الصينيه. بغطي عليها واسيبها لمده ساعه لربع ساعه لغايه لما الاقيها شاربه كل كميه الشربات. هنقطعها وهتشوفوها من تحت ومن جوه وكل حاجة، مرملة ومتماسكة وطرية ودايبة، فيها كل المواصفات اللي هتاكلي بيها احلى بسبوسة مظبوطة. بتلمع زي ما انتوا شايفين، القطعة بقطعتها، لكن في نفس الوقت كمان دايبة. زي ما انتوا شايفين شاربة الشربات كله، مش لازقة في الصينية ولا اي حاجة، ومن غير ما نكرمل سكر. شايفين لونها وجماله. هقطع لكم حتة تشوفوها كمان من جوه، كل حاجة فيها مظبوطة. شايفين عامله من جوه ازاي وبتلمع ازاي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، والمقادير مظبوطه جدا، والف هنا.